سعدنا اليوم استضافة قدام لاعبين نادي الخابورة في ملعب النجوم الرياضي الثقافي، وهذا الشرف لنا نحن كفريق نستضيف كوكبة من النجوم القدامى للنادي. نحن لنا الفخر مثل ما قلت لك ان نستضيف كوكبة من قدامى لعيبة النادي اللي مثلوا النادي على مستوى السنوات الماضية، وهذا داعم للجيل القادم ان شاء الله. ونتمنى هذه التجمعات تستمر في فريق النجوم وفي كل الفرق تستضيف هذه اللعيبة القدامى للنادي الخابورة. هذا الحين التجمع هذا مشكورين عليه، لمنا كلنا سواء لاعبين قدامى لاعبين التو اللي خلصوا الحين، لكن جمع طيب. الفائده من هذا التجمع هذا كله الحين اللقاء اللي موجود، احتفاليه رمضانيه، لاعبين حقيقه يمكن صار لهم 8-9 سنوات بعيدين عن الملاعب، بهذا التجمع قريبين، لمستهم موجوده رغم العمر اللي موجود. اليوم احنا عندنا لاعبين متوقفين من 93 من 94 وجبناهم في هذا الكلام، وشو ما شاء الله يعني ما نبين عليهم يعني. فهذا التجمع احنا نتمناه بين فتره وفتره، نتمناه كثير يعني، خاصه احنا ابناء المنطقه ابناء النادي القدامى. مثل هذا التجمع هذا له مكسب كثير. اول شيء لقاء حبي، اجواء رمضانيه، استفدنا كثير، شباب، اجواء طيبه يعني. ما اقدر اوجز كلامي الفرحه اللي موجوده عندي انا بهذا التجمع هذا. اول شيء رمضان كريم للجميع ان شاء الله. ثاني شيء يعني فيما يخص هذه المبادره، يعني كانت مبادره يعني جميله جدا، يعني كما يقول لك ليش جمعت اظن جيلين او ثلاثه يعني لذلك هذه المبادره يعني وكذلك سمعت راح تكون يعني ان شاء الله حتكون فيها الخير، هتكون فيها الخير ان شاء الله سمعت على ان شاء الله نادي الخابوره. لذلك اتمنى ان شاء الله باش راح تكون هذه المبادره راح تكون ان شاء الله يعني سمعت دائما. وكذلك يعني بشكر كثير يعني بشكر كثير يعني هذوما اللاعبين القدامى، هذوما اللي نظموا لنا هذه المباراه وتلاقينا، وكان يعني لقاء يعني جميل جدا. انا في وانا بعض اللاعبين سمعت اللي كانوا معي في 2016 اليوم يعني تلاقيت بهم، يعني كما يقول لك يعني كان لقاء جميل. وكذلك يعني تشوف يعني من المباراه تشوف يعني اللاعبين ما زال يعني عندهم يعني فنيات اسمات عاليه جدا. لذلك شكرا جميلا، اشكركم كثيرا يعني على هذه من المبادره اسمت الحسنه، واتمنى ان شاء الله باش راح تكون ان شاء الله اسمت كل موسم او على الاقل اسمت مرتين او ثلاثه ان شاء الله في السنه ان شاء الله.